العالم كل يوم بيتطور وبقى فيه اشكال للاستثمار والادخار الاونلاين زي ابلكيشنز التحويش وصناديق الاستثمار في الذهب والاسهم العقاريه وغيرها. يعني فلوسك قيمتها محفوظه من غير ما يكون معاك فلوس او اصل ماسكه في ايدك، وتقدر وقت ما تحتاجها تسيلها. لكن لو انت من النوع اللي بتفضل تستثمر في حاجه تقدر تمسكها في ايدك زي الذهب، هتعمل ايه؟ نصيحتي ليك، خد الذهب بتاعك وحطه في خزنه في البنك علشان تحميه من السرقه، هتريح دماغك وكمان مش هتدفع عليه مصاريف كتير. البنوك بتقدم خدمه تاجير الخزنه، والخزنه بيكون ليها مفتاحين، واحد معاك والتاني مع البنك، واللي مع البنك ده في ظرف متشمع بشمع احمر. الخزنه دي انت بس اللي تقدر تفتحها او من ينوب عنك بموجب توكيل رسمي عام واقرار بنك او توكيل داخلي جوه البنك. وهنا البنوك بتشترط ان يكون عندك وديعه او حساب بنك جاري او توفير او شهاده علشان تأجر عندهم خزنه. الخزنه بتتأجر بايجار سنوي على حسب حجمها، وفي بنوك بتأجر ايجار شهري عادي. وبتقدر تعرف من على موقع البنك او الكول سنتر ايه اقرب فرع ليك متاح فيه خزنه فاضيه، لان مش كل الفروع فيها خزن فاضيه وفي فروع ما فيهاش خزن اصلا. لو عديت بتجربه انك تأجر خزنه في البنك عرفني في الكومنتس.